سمعت قبل كده عن اسم اليونيسيف؟ اعتقد يا صديقي انك اكيد في يوم من الايام سمعت اسم منظمة اليونيسيف، ولو انت برضو من اصدقائنا اللي هنا اللي ما سمعوش قبل كده ولا شافوا قبل كده شعار المنظمة العظيمة دي، فخليني اقول لك عنها كده نبذة صغيرة. كفاية ان انا اقول لك يا صديقي ان المنظمة دي موجودة في اكتر من 190 دولة حول العالم، اللي من ضمنهم مصر الحبيبة. وكفاية قوي 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 ان انا اقول لك ان هي تابعة لمنظمة الامم المتحدة. فتخيل يا صديقي ان انا جاي لك النهاردة عشان اقول لك ان في منظمة عالمية موجودة في اكتر من 190 دولة حول العالم، وكمان تابعة لمنظمة الامم المتحدة، هتديك كورسات وكمان بالعربي وكمان مجانية وبشهادة معتمدة. اعتقد يا صديقي انك مش محتاج حاجة تانية خلاص من الدنيا. وصدقني حلقة النهاردة فرصة وكنز كبير جدا جدا لأي حد عايز يطور السي في بتاعه، واي حد عايز يبقى معاه شهادات معتمدة وما يدفعش فلوس كتير وما يدفعش فلوس اصلا خالص، ويعني عايز يتطور بس ما معهوش الامكانيات. النهارده يا صديقي مش هيبقى لك حجه تاني انك تقول انا مش عارف اطور من نفسي ومش عارف اجيب شهادات معتمده ومش عارف اكبر السي في بتاعي. فلو عايز تاخد من الكنز بتاع النهارده وتبدا تاخد الكورسات بتاعتك النهارده وتاخد شهاداتك المعتمده وباللغه العربيه، يبقى لازم تتابع الحلقه للنهايه. انا طارق صادق وانت منورني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم فيديو جديد، معاكم طارق صادق. بفكركم ان احنا هنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش عليا باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. ويلا بينا يا صديقي، مش عايز اضيع وقتكم وبالذات ان انا كمان عندي امتحانات. تعال ندخل على طول في موضوع حلقة النهاردة. اول حاجة هتعملها يا صديقي انك هتبص تحت الفيديو، هتلاقي في الديسكريبشن اللي هو وصف الفيديو هتلاقيني سايب لك لينك تدخل عليه، عن طريقه هتوصل لكل الكورسات اللي هنتكلم عنها النهارده. فانزل دلوقتي دور على اللينك ده ودوس عليه، دي اول خطوه معانا. هتلاقي يا صديقي في صفحه اتفتحت لك وفيها كل الكورسات اللي انت محتاجها في حلقه النهارده، اللي هم اكتر من حوالي 300 كورس. وهتلاقي موجود فوق على الشمال شعار اجورا. اجورا دي هي المنظمه او الموقع المتعاقد مع اليونيسيف علشان يعرض لك الكورسات دي. لو وصلت هنا اعرف ان انت الحمد لله ماشي صح، وان الامتحانات ما لخبطتنيش وخليتني احط له كل لينك صح ان شاء الله، يعني عشان الامتحانات مخليه دماغ الواحد مش مركز. الامتحان كان صعب قوي يا يا ضنايا، وما لقيتش حد يغششك؟ لا، ما لقيتش حد يغششني. بعد كده يا صديقي هنيجي في مرحله التسجيل، وطبعا مش هضيع وقت الحلقه في ان انا اقول لك ازاي تسجل، لانك هتسجل عادي زي ما بتسجل في اي موقع. يعني هتضغط على ساين اب اللي هو تسجيل جديد، وبعد كده هتلاقي بيقول لك اسمك ايه، اسم العائله بتاعتك ايه، اليوزر نيم بتاعك، الباسورد، الايميل اللي هيجي لك عليه الرمز. وطبعا يا صديقي وانت بتكتب اسمك اكتب اسمك صح، وركز في كل حرف انت عامله، لان اي شهاده هتاخدها ان شاء الله من الكورسات دي هيتكتب عليها الاسم اللي انت هتكتبه. فتاكد يا صديقي من كل البيانات اللي انت بتكتبها وراجعها مره واثنين وثلاثه، علشان ما تروحش تاخد كورس كامل وفي الاخر تلاقي اسمك مكتوب في الاخر غلط، انت اللي غلطان مش هما. بعد ما تخلص التسجيل بتاعك يا صديقي هيتبعت لك كود على الايميل بتاعك اللي انت كتبته. روح على الايميل هتلاقي كود تاكيد، اضغط عليه والف مبروك كده انت بقيت مسجل على موقع اجورا ومع اليونيسيف. ودلوقتي الف مبروك تقدر تاخد كل الكورسات اللي انت شايفها قدام عينيك دي. لو انت صديقي كنت من اصدقائنا اللي شافوا الحلقات اللي احنا عملناها عن ازاي تحسن مستواك في اللغه الانجليزيه وتطور نفسك في المستوى بتاع اللغه الانجليزيه، ولقيت ان انت ما شاء الله مستواك دلوقتي بقى كويس، خد كل الكورسات اللي قدامك، ما يهمكش حاجه بقى، لان اغلب الكورسات هتلاقي فيها انجليزي كتير جدا جدا جدا. اما لو انت لسه من اصدقائنا الجداد او اصدقائنا اللي لسه ما لحقوش يطوروا نفسهم في اللغه الانجليزيه، فانت اكيد داخل الكورسات دي وشفت العنوان بتاع حلقه النهارده واللي شدك ليها ان هي باللغه العربيه. فازاي بقى يا طارق اوصل للكورسات اللي باللغه العربيه وسط ال 300 كورس ده؟ ببساطه يا صديقي هتلاقي عندك خانه اسمها فلترز، الفلاتر. اضغط عليها يا صديقي هتلاقي جاي لك خيارات كتير جدا، من ضمنها مثلا المواضيع بتاعه الكورسات. انت عايز تاخد كورسات في انهي مجال؟ لو ضغطت على اي مجال منهم هتلاقي كل الكورسات اللي بقت قدامك في المجال اللي انت اخترته ده. بس اللي يهمنا اكتر يا صديقي هي الخانه بتاعه اللغات. اول ما تضغط عليها يا صديقي هتلاقي كل اللغات اللي انت تعرفها، وكل لغه هتلاقي جنبها عدد الكورسات الموجوده باللغه دي. شوف انت بقى يا صديقي تتقن لغه ايه وخد الكورسات بتاعتها. ولو لقيت لغه مكتوب جنبها صفر اعرف ان مفيش اي كورسات باللغه دي. بس اللي يهمنا في حلقه النهارده انك هتلاقي اللغه العربيه عليها 33 كورس كاملين يا صديقي، 33 كورس مجانيين بشهاده معتمده بتاخدهم من اليونيسيف والامم المتحده، واونلاين وانت في بيتك، وحاجه يعني منتهى الحلاوه ومنتهى السهوله. هتبدا يا صديقي تقلب في الكورسات الموجوده وتبدا تشوف ايه المجالات اللي انت مهتم بيها والكورسات اللي انت حاسس ان انت لو خدت فيها الكورس ده هتنمي عندك حاجه معينه هتفيدك بعد كده في سوق العمل. ما تاخدش يا صديقي اي كورس قدامك والسلام، خد كورسات تفيدك بقى من مستوى تفكيرك، تفيدك كسوفت سكيلز، تفيدك في الشغل بتاعك،
تفيدك كعمل تطوعي، لان العمل التطوعي برضه ما تنساش ان هو بيكبر السي في بتاعك جامد. والحلو يا صديقي انك هتلاقي فيهم كورسات كتير قوي عمل تطوعي. والجانب ده يا صديقي للاسف لما بتروح تقدم على شركه وبتقدم السي في بتاعك، اغلب الناس بيبقى عندها ضعف كبير جدا في الخانه دي. لكن عن طريق الكورسات دي هتلاقي كورسات كتير جدا فيها تطوع. وتخيل بقى انت متطوع في اليونيسيف في الامم المتحده يا صديقي، فالجزء ده يا صديقي هيبقى عندك قوي جدا جدا. والجزء ده ساعات كتير جدا في شركات كتير جدا بيبقى اهم من الكورسات بتاعه العمل نفسه، لان كورسات العمل نفسه ممكن الشركه تطورك فيها، اما التطوع والسوفت سكيلز والحاجات دي هم بيبقوا بيدوروا على شخص جاهز في الحته دي بالذات. فما تضيعش الفرصه يا صديقي. فدلوقتي انت دورت ولقيت الكورس اللي انت بتتمناه وعايز تاخده، وخلاص انا هاخد الكورس ده يا طارق. ابدا امشي بقى معاهم خطوه بخطوه. هتلاقي يقول لك اضغط هنا اولا، اضغط هنا اولا، اضغط هنا ثانيا، اضغط هنا ثانيا. بعد كده بتبدا تاخد الكورسات الموجوده عليها، وكل كورس بيبقى فيه فيديوهات تفاعليه. وبعد ما بتخلص الكورس يا صديقي بيجيب لك مجموعه من الاسئله. اول ما بتخلص الاسئله دي وان شاء الله بتنجح فيها كده الف مبروك، انت بتاخد الشهاده بتاعتك. والشهاده اللي انت بتاخدها يا صديقي بتتبعت لك في صيغه PDF. بتاخد يا صديقي ملف PDF ده وتنزل اي مكتبه حواليك تديله PDF تقول له انا عايز اطبعها كشهاده. طبعا الشهاده دي بتبقى ممضيه ومختومه وعليها كل حاجه تثبت ان انت اخدها من اليونيسيف. وكده الف مبروك، معاك شهاده معتمده من اليونيسيف والامم المتحده، تحطها في الCV بتاعك وترفع راسك كده وانت رايح تعمل المقابله الشخصيه. نفسي اعرف مين اللي نظر ونق في السفريه دي. يا ابن المحظوظة يا فوزي، ده زمن وهايص. ولا ضيعت وقتك ولا ضيعت فلوسك ولا عملت اي جهد يا صديقي. بالموبايل بتاعك او اللابتوب بتاعك قدرت تاخد كورسات بالعربي ومجانيه وبشهاده معتمده. انا يا صديقي حبيت اعمل لكم الحلقه دي في الوقت ده بالذات، لان في دلوقتي طلبه جامعيين بيتخرجوا، فانت محتاج لما تتخرج تكبر الCV بتاعك. فالحلقه بتاعت النهارده مهمه ليك. ومعانا اصدقائنا الصغيرين اللي خلصوا اعدادي وخلاص رايحين ثانوي، انت محتاج من دلوقتي تبدا تطور من نفسك، غير بقى ابطال ثانويه عامه اللي محتاجين يطوروا نفسهم عشان رايحين الكليات بتاعتهم، ودي اول مرحله لسوق العمل. فتخيل ان تبدا الكليه بتاعتك وانت معاك كورسات تاهلك لسوق العمل من البدايه، فانت هتلاقي حقيقي ابواب الشغل مفتوحه ليك ان شاء الله. ايه ده؟ ايه الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. فحلقه النهارده تخص ناس كتير، خريجين وطلبه وناس على ابواب التخرج، يعني ما تضيعش الفرصه. ولو ليك صديق ابعت له الحلقه دي وخليك شريك معانا في الثواب ده. وطبعا يا صديقي اتمنى تقدر انها دلوقتي في فتره امتحانات، ومع ذلك بصور لكم الحلقات وبنزلها في ميعادها، فما تبخلش على باللايك الحلو بتاعك واعمل لي سبسكرايب وسيب لي تعليق لطيف. ولو انت مكمل الحلقه لغايه دلوقتي انزل اكتب تمت بحمد الله عشان اعرف مين صحابنا اللي بيكملوا الحلقه للنهايه. اللي عاوز يروح يتفضل. وبمناسبة الكورسات يا صديقي برشح لكم فيديو مهم جدا كنت عملته قبل كده عن الكورسات، بتكلم فيه عن مواقع مهمة جدا تاخد عليها كورسات معتمدة وبشكل مجاني اونلاين. لو انت مكمل معانا الحلقة لغاية النهاية فانت اكيد هتلاقيه ظهر دلوقتي على شكل مربع. اضغط على الفيديو ده وانصحكم تشوفوه بشدة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. كان معاكم طارق صادق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.